بص، هو مع اعتراضي على اللقطه دي لانها كان وارد جدا تتفهم غلط وتكلفنا طرد للمدير الفني في اول ماتش في كاس العالم، واحنا لسه بنقول يا هادي. بس هو ده صاحب الفرق ما بين المدرب الوطني واي مدرب تاني اجنبي. وهنا انا مش بتكلم على حسام حسن كشخص، انا بتكلم على اي مدرب مصري في العموم من ايام الجوهري وحسن شحاته. المدير الفني الاجنبي كل اللي يهمه الفلوس، الكاشات، بيقبض بالدولار وملوش دعوه. تخسر تكسب، تطلع من كاس العالم، ياكلك قطر، هو مش في دماغه، هو عايز اخر الشهر الدولارات. لكن المدير الفني المصري زينا مننا، بيحس بينا، عنده حميه، بيغير، دمه حامي، ما استحملش يشوف ان احنا لينا ضربه جزاء فراح للحكم بيشرح له بنفسه، بيقول له الراجل واخد زيزو بالحضن في منطقه الجزاء. فهو ده الفرق ما بين المدرب الوطني اللي منك، اللي زيه زيك، واي واحد تاني جاي كل همه ان هو يبقى داخل الشهر.